احنا مستوانا في الرسم في البداية انتوا نسيتوا المانوال. سمعت بالكواليتي كان نفسي اصور الفيديو ده الصبح قبل ما انزل واقول لكم صباح الخير وعاملين ايه ومش عارفه ايه، بس كنت متاخره جدا وكان عندنا تسليمه سيمي فاينل النهارده، وكنت طبعا جزء من اصحابي فكانوا قاعدين بقى يرنوا عليا وكده عشان كنت متاخره، فنزلت يعني اغلب الحاجات حتى ما صورتهاش. اليوم بدايته ما كانتش لذيذه، كنت صاحيه متوتره عشان متاخره ورحت عليا نومه وكده، بس لحد الان يعني الحمد لله ماشي كويس. بس يعني ما وصلتش متاخر قوي الصراحه، وصلت قبل ما المحاضره تبدا الحمد لله، كنت واصله ربع ساعه متاخر بس. وكده كده كانت تسليمه في السكشن، خلصنا وفضلنا قاعدين بقى لحد ما صححوا. الموضوع بياخد وقت، بس كناش متوترين عشان دي تسليمه سيمي فاينل عادي، فكنا عادي يعني. انما في الفاينل بنبقى قاعدين متوترين شويه. خلصنا ونزلت. كنا المفروض هنشتري ماتيريال عشان عندنا مكتات هتتسلم، بس رحنا معرفناش نجيب ماتيريال ايه، فقررنا في الاخر ان احنا نعمله خشب، فما جبتش حاجه. وكنت عايزه انزل برنامج عشان الكورس يعني وكده، فبتعامل مع حد هنا ورحت وديت له اللاب، بس هياخد ساعتين. لفينا بالعربيه شويه وشغلنا اغاني انا واصحابي يعني غيرنا مودنا شويه، ولسه ساعتين على ما اللاب يخلص. انا كنت نزلت ورحت اقعد في مكان، واكتشفت بعد ما وصلت مشيت حبه حلوين يعني، اكتشفت ان انا نسيت فلوسي هنا في العربيه، فرجعت تاني وقلت بالمره اصور لكم الفيديو ده. اشتريت كتاب جديد، احنا كنا واقفين راكنين يعني، والكتاب اسمه لفت نظرنا، فنزلنا قرأنا من ورا وكده، قرأنا اللي مكتوب عليه يعني، هو كتاب انجليش، فحسيته حلو قوي. هبقى اقول لكم على اسمه يعني، بس مكسره اطلعه من الشنطه دلوقتي. فقررت ان انا اروح مكان اقعد واقرا شويه، وكنت اصلا نازله عامله حسابي ان انا كده كده هقعد شويه، فكنت اخده نوت معايا علشان بقالي كتير ما عنديش وقت ان انا اقعد اخرج الافكار اللي في دماغي، او ان انا حتى افكر شويه في نفسي، او مديتيشن مع نفسي يعني. بقالي كتير نفسي اعمل مديتيشن بس ما عنديش وقت خالص، فاخدت الساعتين دول فرصه. وبلس كمان ان انا في 2 من صحابي كلموني ان هم هيقعدوا كده وعايزين نقعد شويه، هي بتبقى قعدتنا حاجه بسيطه ساعه ساعتين يعني، بنقعد نفضفض فيهم سوا، ومش بقدر اقاوم القعده معاهم الصراحه، بحب قعدتهم قوي. فقلت لها تجهز وانا مروحه عادي اخدها نروح لصاحبتنا دي. المفروض ان انا عندي حاجات كتير تتعمل وحاجات كتير تتسلم، بس انا يعني من كتر ما انا عندي حاجات، فطول الوقت يا اما شغاله يا اما قاعده بفكر انا هشتغل ايه وهعمل ايه، فمش لاقيه وقت بجد ان انا اهتم بنفسي. يعني نفسي انزل الجيم، نفسي اقعد افكر، نفسي اكتب، نفسي اعمل مديتيشن، نفسي اعمل حاجات كتير جدا، بس بجد ما عنديش وقت نهائي يعني، ما عنديش وقت خالص. فدي حاجه مضايقاني، فقررت ان انا النهارده ما اضغطش على نفسي قوي، خصوصا ان انا اليومين اللي فاتوا كنت شغاله في التسليمه يعني ضغطه نفسي. قررت ان انا اريلاكس شويه النهارده، بس كده كده هرجع اشتغل يعني، بس اخد وقتي بره. المهم عايزه اقول حاجه اخيره، انا بشير اللحظات دي او بشير الحاجات دي، او اصلا فكره الفيديوهات بالنسبه لي من الاول ان انا يعني كشخص انا بحب احكي اصغر التفاصيل في يومي، وطبعا محدش عنده القدره ان هو يسمع الحاجات دي، او ان انا مثلا لسه مش موجود الشخص في حياتي ان انا اقعد بقى احكي له كل حاجه او احكي لها كل حاجه، كل واحد مشغول. حتى انا عارفه ان الفيديو ده ممكن ما يكونش انترستد لحد بربع جنيه، بس انا بحب اعمل كده وبحب اشير. ممكن يعني يكون حد حابب الموضوع او بيبقى مستمتع وبيتفرج، يعني انا بكون مستمتعه وانا بتفرج على فيديوهات وفلوجات لناس كده يعني. بس انا السبب الرئيسي اللي انا بعمل فيديوهات علشانه او بعمل حاجات كده ان انا ببقى مستمتعه، يعني بحس ان انا معايا حد، انا بتكلم كاني بتكلم مع حد او بحكي لحد، هو اوكي مفيش حد
حتى مش اللي هو بتضايق انه حد يعلق لي بقى على الفيديوهات وحد يقول لي ومش عارف ايه. الموضوع مش بيشغلني قوي، عشان عادي، ممكن عشان لسه في الاول، وعشان انا بعمل حاجه حباها، فاللي هو مش مستنيه حاجه من حد. بس اكيد هكون مبسوطه لو حد قال لي حاجه. فانا بس حبيت يعني اوكي خلاص جبتها. كنت بقول ان انا حبيت اوضح وجهة نظري في الموضوع ده، ان انا بعمله علشان نفسي اولا، ان انا دي حاجة بتريحني، وعلشان ان انا قدام اشوف بقى الفيديوهات دي واقعد افتكر الايام دي وابقى مبسوطة. بس وما تزهقوش مني، اتمنى تكونوا بتحبوني، وان شاء الله هحاول اعمل حاجات اكتر، وداخلين على الاجازه وهشارككم بحاجات اكتر، وهفيدكم بالكورسات اللي انا اخدتها والكتب اللي انا بقراها، بس الاقي وقت وهعمل لكم كل اللي نفسكم فيه. ما تزهقوش مني. احكي لك انه اخيرا تصالحت مع حالي، تعلمت احب حالي اكثر من اي حدا تاني، تغيرت وقويت. كنت احكي لي انه المحل اللي بطمح اوصله رح يكلفني كتير، رح يكلفني وقت وتعب وصحاب وناس قراب. قلت لي اختاري حالك فوق كل هدول. اخترت حالي. تدري اني احيانا انا انبسط اني اجلس مع نفسي اكثر من اني اقابل ناس، بعيد عن الضوضاء، بعيد عن زحمة العالم، بعيد عن الدنيا ذي كلها. ابي اجمع قواي، فانا العزلة انا احبها، احس اني اجمع قواي فيها، ما ادري ليش. كنت أقرأ وأقرأ وأقرأ بشدة لم أعرفها من قبل. أقصد أنني لطالما اعتبرت نفسي ذلك الشخص الذي يحب الكتب، ولكن هنالك فرق بين حب الكتب والحاجة إلى الكتب. لقد كنت بحاجة للكتب، لم تكن قراءتها مجرد رفاهية بالنسبة لي في تلك الفترة. لقد كانت الكتب مادة شديدة الإدمان. فعندك ماربل بالشكل ده، تقدر تضغط على السهم ده كده وتطلع الماربل فوق عشان تبدا تستخدمه. الجزء اللي موجود هنا كده دي الماتيريال اللي احنا بنستخدمها فعليا في المشروع بتاعنا. الجزء اللي موجود هنا ده الماتيريال اللي انا اقدر استخدمها في المشروع بتاعي. طيب الجزء اللي موجود في المكتبه دي ماتيريال